ازاي اتعامل مع الاكتئاب بدون مضادات اكتئاب؟ ليه بدون مضادات اكتئاب؟ علشان انا النهارده هقول لكم اضرار ادويه الاكتئاب ايه. طب هل انا ينفع استبدلها؟ ما انا مش، ما اكيد يعني اكيد انا مش رايح لدكتور علشان انا مكتئب وزعلان فهاخد كده ادويه اكتئاب كده، يعني حاجه جميله كده انا حابه ده. لا طبعا، انا ببقى مضطر لكده. طيب تعالى اقول لك ليه مضطر لكده. اولا، الاكتئاب هو فكره حزن. كلنا لازم ندرك ان احنا عايشين في الدنيا، بنزعل وبنفرح، بنقع وبنقوم، بس الفكرة هي طاقة. كل إنسان ليه طاقة في تقبل الحزن. يعني في حد بيزعل بيعيط، في حد بيزعل بيكتم، في حد بيزعل بينام، في حد بيزعل بياكل، في حد بيزعل خلاص بينقطع عن العالم تماما وبيفكر بقى